اللهم صل وزد وسلم وبارك على هذا الرسول الله. الحقيقة ربنا بيسر الحقيقة بعد السنين دي كلها. زي ما انتم شايفين صورة ام ميسة الكيوت الأمورة العسل، تعودت على كده. لكن الجديد اللي انا في واحد اسمه عم محمد، كنت بشتري او من ايام ماما الله يرحمها كنا بنشتره من عنده خضار. تمام، وهو عشرة وعارفنا وكده. فانا بطبيعتي ما بخرجش لاني تعبانه، فلقيته في السوق وبدأ من هنا الكلام، يعني ايه عن السحر او قاعده كده ليه، او انا عارف موضوع سحركم او سمعت عنه حاجه زي كده. ان الصوره دي نفس الصوره اللي هي في الفيديو بتاعت ام ميسة الاموره اهي، هي دي اللي فالحه فيه. اللي حصل ان عم محمد دوت كان امه تعبانه. نعمل الصور بقى كده اهي. كانت امه تعبانه فجابوا لها شيخ اتنين، فالموضوع رسي على سعيد الشيخ. بيقول قعد يعالج في امي 7 سنين، شويه تبقى تعبانه شويه كويسه، شويه نروح بقى لشيخ تاني، شويه عند دكتور. وبعدين احنا انا واخواتي وقفنا وقفه راجل واحد، وبدأنا نكشه من الراجل ده، وقلنا له خلاص شكرا كده، انت يعني عملت اللي عليك. احنا امنا هتتعب بقى ناخدوها للدكتور، ناخدوها للشيخ وخلاص. قال لهم طيب ماشي. وبدأ من هنا سلسلة الانتقام زي موضوعي بالظبط. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مشي من هنا ف الايام راحت وجات، وبنت عم محمد اتجوزت. وبدأ من هنا سعيد الشيخ يهاجمها ويهددها كرد اعتبار، ازاي بتقولولي خلاص شكرا، او مش عايزين، او ان انتوا بتتحدوني. طيب ما هو يعني بين البيع والشراء يفتح الله زي ما بنقول. عمل ايه؟ بيقول احنا دايخين بالبنت زي حالاتك كده، وكان سمع عن حكايتي. قال البنت بدأ يصلها سعيد الشيخ بقرائن معينة بيشتتها هي وجوزها، والبنت بتصوت وبيجي في صورة ان هو يخنقها. وبدأت من هنا قصتي. حكيت له على جزء من اللي انا فيه، قال لي انا عارف حكايتك برضو او سامع عنها. وهو ما بينقيش الا الناس اللي هي المحترمة. وبدأت من هنا العاصفة، عاصفة الانتقام. وزي ما كان سعيد الشيخ دايما بيقول لي انت مش عارفة انا عيالك مش زي عيالي، انا عيال سعيد الشيخ خط احمر محدش يقدر يقرب لهم. قلت له ازاي؟ قال لي طبعا في توكيلات، في عهود، في اقسام او قسم بيتم من خلاله طبعا ان محدش يقدر ان هو يمس عياله ولا يأذيهم. بمعنى تاني اني طبعا يا صغيرة على الهم يا لوزة، طبعا اللي هي البنت الصغيرة ذنبها ايه؟ ذنبها ان ابوها وعمامها اتحدوا ان ستوب، مش عايزينك تيجي هنا خلاص، احنا قلبنا رايب منك، او انت داخل مش عارفة بقى. بيقول هو كان داخل ياخد مثلا عهد على البيت، او مثلا يستخدم القرائن اللي في البيت او حاجة زي كده. زي برضك ما اذى بنت صغيرة في العزبة الكبيرة جنبنا، والبنت كان عندها 15 سنة وكانت هتقتل نفسها. فأهلها قالوا خلاص احنا هنقتل ابنه عشان يحترم نفسه وياخده بالطار يعني. وبدأ من هنا سعيد الشيخ بقى يخاف على ابنه، يوديه المدرسة بالعربية، يوديه الدرس بالعربية. وطبعا خد عهد وقسم ان محدش يجي يمه. وبعتهم، وهم الناس دول راحوا فكوا لبنتهم عند شيخ تاني، لان البنت كانت عايزة تموت نفسها، وكانت في حالة برضك ميؤوس منها. ومن هنا هتلاقوا اول ما تعرفي حقيقته وتكشفيه على حقيقته، بيبتدي ان هو زي ما قلت يا مميزة الأمورة، بيبتدي يهاجمك من خلال عيالك اللي هي نقطة الضعف زي حالاتي بالظبط. اللي هو بيستفرد بالعيال او بيبعت لهم قرائن معينة. البنت ان هي تكرهني، الولد انه يبعد عني، او اما يجي نتعاركوا مع بعض او نتخانقوا مع بعض، اتعصب عليه، الدنيا تبقى ضباب، تبقى دخان. حابة بس اوريكم جزء من الفيديو بتاع عم محمد
هو معروف بسمعته الكويسة في البلد، معروف ان هو راجل طيب بخير. حتى قال لي سعيد الشيخ ده ماله بالناس الطيبين. وطبعا الاصول اللي انا بيجيلي تهديدات اللي ما اقولش الحاجات دي، بس خلاص من الموضوع الواحد عايز يصوت، مش قادر بقى يستحمل اكتر من كده. الفيديو ده بقاله كام شهر انا مترددة ان انا اعمله. تعالوا نسمع مع بعض. طبعا مدته قليلة، ولكن مش متخيلة ان سعيد الشيخ او غيره اذي كام بنت، اذي كام ولية، موقف حال ولاية، موقف حال ستات، اذي كام حد عشان بس تقولي لأ او ترفضي حاجة. بيبقى اللي قصادها ان هو يبتدي يهاجمك من الجهاز العصبي ويدمرك كقلق، توتر، خوف، احساس بعدم الامان، خنقة، زهق، عايزة تموتي نفسك. عايزة تموتي نفسك سواء بقى بانتحار او بموس او بسكينة او بعض، عايزة تموتي نفسك بأي شكل من الاشكال. طبعا الفيديو زي ما قلت مدته قصيرة، وما انتوش حاسين بالنار اللي انا فيها. اني ان شاء الله لو مثلا ابني او بنتي اتجوزوا هيبقى مصيرهم ازاي ان هو زي ما هاجم او بيهاجم بنت عم محمد او عيالها، هي وعيال عمامها، او مهاجم البيت نفسه حاططهم في البلاك ليست. ده معناه ان هو لازم يعلم عليكي، يعلم على عيالك، يهاجمك فيهم، مش بينسحب ويسكت. واخدين بالكم؟ فالغضب اللي على وشه ده زي سواد القلب، زي سواد الليل كده من البركان، الانتقام. اما بيحط حد في دماغه يسيبك بكيفه، يسيبك بمزاجه، او يسرق منك، لكن انت تقولي لا، دي كارثة بالنسبة لهم. بتنشط عندهم غريزة الانتقام، غريزة الطغيان. وطبعا الكلاب المسعورة موجودة، وده اللي بيتم من خلال دمار الجهاز العصبي ودمار الدماغ. وانا سبحان الله بعد السنين دي كلها، داخلة في ال10 سنين اهو، كل مدى ما بلاقي ان هو سعيد الشيخ ليه ضحايا، من ضحايا مش في فوة بس، في البلاد اللي حواليها، في العزب اللي حواليها. وما خفي كان اعظم كمان. يعني ده ضحية من الضحايا. يبقى عم محمد من امه هو بنته، زي كده سلالات، ازاي سحر الوراثة. تعالوا نشوفوا القمر ام ميسة وعم محمد المحترم. هو ده عم محمد، ربنا يصبره على المحنة اللي هو فيها، ويصبرني انا كمان على قهرتي على عيالي. لان الالم اللي انا شفته واللي عيالي شافوا جزء منه مش مستحملينه. يعني ربنا يستر على السنين الجاية. زي ما قلت سعيد الشيخ بيدمرك في عيالك. ليه؟ لانه عنده طلاسم كبيرة بيحمي بيها عياله. فخلاص عارف ان عياله هيمشوا على الصراط المستقيم، محدش يقدر يطعنهم. حتى لو هو ظلم حد وحد حاول ينتقم في عياله، عنده من القدرة دي بمكان ان يحافظ عليهم، وان هما يقف بالطلاسم والقرائن والقربان والحاجات دي. طبعا انا بكلمكم جالي تهديدات كبيرة جدا ومسكني الصداع، بس لازم اتكلم لاني دي دليلي الوحيد بالصوت والصورة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم.